الفترة دي من أصعب الفترات اللي بتعدي عليا في حياتي. سبحان الله، كمية عكوسات بتحصل. بطلع من نقرة بقع في ضحضيرة زي ما بيقولوا، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. أهم حاجة اللهم ارزقني القوة. ولما وصلت المرحلة دي لقيت إنه أكتر حاجة هتسحلني وتخرجني أو تهون عليا الوضع الحالي إن أسحل نفسي في شغل البيت. والصراحة الواحدة فينا لو ما لقيتش حاجة تعملها تخترع حاجة تعملها. ففلوج النهاردة من الفلوجات اللي متأكدة إنه هيعجبكم جدا. انا حالا لسه قاعده من ساعه ما صحيت الصبح، وبما اني بعتبر ان انا اقرب من الصحاب فده يديني العشم اني اطلب منكم ان انتوا تعملوا لي متابعه في المكان ده. وعشان ما تعبكوش هتدخلوا عندي على الاكونت ده، هتلاقوا اللينك ده افتحوه. هتفتح معاكم الصفحه دي، اعملوا اشتراك بس كده. انا بس عاوزه اوصل 2000 متابع، وعشان افعل القناه محتاجه مشاهدات على الفيديوهات الطويله مش الشورتس. عموما هناك هتلاقوا فيديوهات كتير جدا اكتر من اللي انا بنزلها هنا. ويلا بينا نبتدي. زي ما شفتوا اول حاجه بدأناها كانت الريسبشن. حالته ما كانتش احسن حاجه، ولكن ما اخدش وقت طويل الحمد لله. وخلوني اكلمكم عن سبب من الاسباب اللي خانقاني جدا. موضوع مدرسه سيدز اللي عندنا في العبور والواقعه اللي حصلت فيها. انا الصراحه مش عارفه الناس لسه ما فاقتش من اللي حصل مع ياسين. نلاقي العدد بقى اكبر وبرضه في مدرسه اللي هو مفروض المكان الآمن للطفل. يعني زمان كانوا بيقولوا لنا ده بيتكم التاني، أكتر مكان أمن وأمان، بقى بيحصل فيه كده ليه؟ نفسي أسأل سؤال واحد، الناس دي ما بتتعدمش ليه؟ الناس دي بقت آمنة للعقوبة. والغريب والمثير للدهشة بالنسبة لي إن السنة اللي فاتت كانت مدرسة خاصة، والسنة دي مدرسة انترناشونال. في أهالي بتموت نفسها شغل، أب وأم بيحرموا نفسهم حتى من اللقمة عشان يودوا عيالهم مدارس بيتهيأ لهم إنه هيلاقوا فيها الرعاية والتعليم. الواحد حرف بقى عندي حالة خوف ورعب من بكرة بشكل مش طبيعي. عاوزين نستخبى ونخبي ولادنا وكل اللي بنحبهم ونعرفهم من الدنيا كلها. فربنا يلطف بينا جميعا يا رب ويحفظ أولادنا يا رب. برغم ان الفلوج النهاردة مليان حاجات بنعملها سوا، بس حاسة ان هو في نيجاتيف فايبس كده. فهي حقكم عليا، بس انا متعودة ان انا بشارك معاكم كل حاجة، ودي اكتر حاجة انا بحبها. زي ما قلت لكم امبارح الغسالة كانت رافضة ان هي تشتغل، ولكن النهاردة الحمد لله اشتغلت اخر اليوم وعملت حاجة تحفة. هوريها لكم في اخر الفيديو. غسلت المواعين ورتبت الرخامة زي ما شفتوا، وهنعمل حاجة عظمة دلوقتي بقى. من اكتر الحاجات اللي انا بحبها عموما التفريزات. انا بحب ان الفريزر عندي يكون دايما فيه خضرة شبت كزبرة بقدونس متفرزين ومتنضفين ومحطوطين في كيس جاهزين على الاستخدام. واحسن حاجة هتلاقوها في الشتاء فعلا الخضرة، بتحس ان هي متغذية كده وتحفة. والبتاع اللي انا بعمل بيها دي انا مش عارفة هي اسمها ايه، بس هي اختراع خطير للخضرة وللخضار عموما اللي احنا حابين ان احنا نجففه يعني. وهل انا جايبه خضره كده ولله وللوطن وخلاص؟ لا، النهارده عندنا محشي كرنب. بشم ريحته وهو بيستوي بعرف ان الشتا خلاص بدأ. فعملته والحمد لله رب العالمين كان تحفه. نصيحة كده، خلوا معلقتين من الصلصة بعد ما تتسبك على جنب عشان تحطوها فوق المحشي عشان يطلع لونها أحمر مزهزه كده. ولما نزلت فيديو ليه قبل كده قلتولي ان هو مش بيستوي او بيتحرق، ده عشان انتوا مش بتخلوا النار واطية. لازم المحشي عشان يطلع معاكم دايب يكون على نار واطية جدا، والشوربة تكون عند اخر صف وترجوها عشان تشرب الشوربة كلها. ولو عاوزين الخلطة انا كنت عاملاها من كام يوم في فيديو تحت كده، وبس كده بألف هنا وشفا. المهم ان انا كنت طالبة اوردر من نون عشان خاطر عروض الوايت فرايداي. فاستنوني بقى الفيديو الجاي عشان هيبقى فيه تنظيفات عميقة للدواليب. هنرتب البوكس ده مع بعض، يعني هنخرب الدنيا. الفيديو بتاع بكرة ده ان شاء الله هيبقى فيديو دسم جدا. كنت نزلت امبارح بسألكم عن العلبة ديت ورأيكم فيها ايه، قلتولي ان شكلها حلو، ولكن انا حسيت ان الماتيريال بتاعتها مش احسن حاجة. حاولت ان انا ارجعها بس طلع ان هي ملهاش استرجاع، فتمام. يعني هنحطها ونشوف شكلها هيبقى عامل ايه على التسريحة. الكوستر ده كان المفروض قطعتين ولكن بعتولي قطعة واحدة فهرجعها. وده ردي على اللي بيقول ايه أهمية غسالة الأطباق، وده في حالة ان هي ترضى عننا وترضى تشتغل. اللهم بارك، اللهم لك الحمد. ربنا يديمها عليا ويحفظها من الزوال.